الاهلي ما قدرش يعمل بناية هجمة صح من الخلف عن طريق نقل الكرة ما بين خطوط على الارض بسلاسة، وده بيجبره انه يعمل الكرة الطويلة للمهاجمين. الاهلي بيلعب بتشكيلة 4-3-3 بوجود لاعب واحد بيستلم الكرة من الاربع مدافعين هو كوكا او اللاعب رقم 6 عموما، وده بيسهل مأمورية لاي خصم بيعمل عليك ضغط عالي من قدام. وباين في اللقطة دي هاني قدامه 2 مدافعين، وكوكا نفس الكلام في اللقطة دي. بالتالي مفيش اي مجال للباص غير الكرة الطويلة من هاني اللي لعبها لتاو في اللقطة دي. اما اللي كان المفروض يتنفذ ان هاني يرجع الكرة لياسر ابراهيم اللي مش موجود في الكادر ده. بالتالي ياسر هيسحب اللاعب رقم 2 من سيمبا، والدبيس يتحول كظهير وهمي في المساحة رقم 3، واللاعب رقم 4 يروح مع رامي ربيعة. فهيكون مهمة اللاعب رقم 5 صعبة شوية بانه معاه 2 لعيبة دلوقتي، الدبيس وقفشة. لا اما يتحول مع الدبيس في المربع رقم 3، وقتها قفشه يروح لمربع رقم 2 وتقدر تطور الهجوم في اللقطه دي وتنقل الكره من الخلف